صباح النور عالسلامة. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو آخر معايا. فيديو اليوم فيه روتين صغيرون وبعد باش ننظفوا مع بعضنا الكوجينة. أهاوكا منها نحفزكم نشجعكم نوري لكم أني شنو عملت، في نفس الوقت زاد أني نشجع بيكم معناها. لهنا هني بديت لكم بالتغسيل الماعون. ديما نقول لكم أني أول حاجة بتبقى نعملها معناها بعد ما تريكلوا كل شيء تفطروا، معناها قبل ما تبدو في تنظيم الدار والتنظيف تعملوا فطوركم، تفطروا على رواحكم، تاخذوا وقتكم بالباهي، تحلوا هاكا كان تحبوا الفيسبوك ولا التلفزة ولا انتم باش مستانسين. من بعد نتعدوا لبقية الحركة، معناها مش ديريكت واحد يدخل في الكوجينة ولا يدخل في التنظيف إلى آخره، لا، ديما أعطوا الوقت لرواحكم ساعة. أعطوا رواحكم كما قلت لكم ساعة ولا نص ساعة تفطروا فيها، تعملوا فيها أنتم حاجة تحبوها. زادت تنجموا تعملوا روتين متاعكم، أي روتين تلهوا برواحكم، تعملوا كريمكم إلى آخره، ومن بعد نتعدوا للحاجات الأخرى. لهنا نوري لكم في غسيل الماعون جست انتم باش تتشجعوا. اهوك اللي عندها معون وباخل عليه تمشي تغسله، الكلنا هكاكا معناها كيف نشوفوا واحد اخر يغسل نتشجعوا احنا اكثر ووكاو. ديما نحب نشارك معاكم كما قلت لكم شأني نتشجع وانتم تتشجعوا في نفس الوقت مع بعضنا، معناها الكل هكا. وزيد ما تهملوش رواحكم، معناها خلوا ديما وقت لكم انتم، خاصة اللي عندها الصغار تبدا تجري ما بيناتهم هم ومن بينات الدار، معناها الصغار والدار وتنسى روحها، ما تلقاش وقت لروحها، ساعات حتى قهوة تشربها بالواقفة جست تفطرهم هما تبعضهم يقلوا، وتلهى في التنظيف وتلهى في الغداء إلى آخره. لا، خلوا ديما ساعة ليكم انتم. الدنيا مش هاربة، صغار كيف ما مش هاربين، خذوا وقتكم بالباهي وهكاك باش تكون زاد عندكم نفسية، معناها ترجعوا للدار بنفسية باهية وتعملوا اللي يلزمكم تعملوا، سينو كانكم تبدو فدين وقلقين وروحكم ناتفة كما نقولوا. دونك زيد بالطبيعة اللي أول مرة تشوف القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، راه هذيك حاجة مهمة برشا، وتخلي لي جيم وكومنتير تخلوا لي كومنتير، كنا تنجموا بالطبيعة بارتاج الفيديو. باهي هنا كملت المعون والكل، وريت جست هنا وريتكم وانا شويه من الروتين بتاعي هاكا شنو الغداء وكهو. كانت تحبوني نهبط الروسيت بتاعها خلولي في كومنتير بالطبيعه. هنا حبيت نوريها لكم، شوفوا كيفاش كعبه ماهيش معجنه ما بها حتى شيء وكهو. وتوا نتعدوا للتنظيف. عندي البلاكار هدايا حاطه فيه الاغلبيه معون القهوه الكل ديجا، فما حاجات النحيه خاطر غسلتهم قبل انا استعملتهم، نحيتهم الكل واللي هنا باش ننظفه وبعد نغسلهم ونشوف شنو باش نحطو فيه من بعد. كما قلت لكم اني راني في التنظيف ما ننظفش، معناها ما نجيش نهار كامل نجبد كوجينه الكل ليكا هكاكا ونتعب، والكوجينه تحوس زاده في نفس الوقت كانت تجبدوا كل شيء تدخل لكم بعضها. اما هيك بشوي بشوي كل مره تجبدوا رواحه للكوجينه تحوس لكم ولا انتم تتعبوا وتفدوا. هنا كما تشوفوا كيفاش الغبره والكل، معناها عندي بريود ما خرجتهاش، هاوكا فرصة معناها قبل رمضان واحد ينظفها باش بعتالي يتلهى في الحاجات الأخرى. وزيد احنا نسيب طبيعتنا نحبو التجديد ونحب نبدلو الديكور وكل فازات هيك الكل. بالي هنا كيما قلت لكم هاني جبدتهم الكل باش نغسلهم حطيتهم هنا معناها يشيحوا بالباهي وبعتالي باش نرجعهم في الكوزينير. وهذوما اللي غسلتهم ديجا قبلهم، غسلتهم في الصباح. دونك باش نبدا بهم هما بالكيسين نتاع القهوه باش نشوفوا كيفاش باش ننظمهم. خذوا فكره اهو كانت تحبوا معناها.
لهنا هي ديجا مسحتها وعاودت مسحتها معاكم مرة أخرى. بالنسبة لكيسين القهوة نستعمل فيهم ديما علاش حطيتهم بالفاصون هذية، معناها باينين ومش مسكر عليهم. اعطوني رايكم في الديكور الجديد هاكا كما شفتوا، معناها حولت لهم البلاصه متاعهم، حولت لهم التنظيم متاعهم كيفاش هيك حسيتها احلى، حتى في الكوجينه ولات مزيانه. ان شاء الله كما قلت لكم كيف نكمل التنظيفات، كان لقيت فما اقبال وتحبوا معناها تو نعمل بكم تور في الكوجينه ان شاء الله. هذوما اللي ما الاكثريه اللي نستعمل فيهم. هذا المنظر النهائي متاعهم. دونك لهنا في البارتي اللوطانية عملت كيسين قهوة على الحليب، والبارتي الفوقانية خليتها للقهوة العربي. هذوكم حطيتهم هكاك، اما مازلت باش نعاود نريقلهم مرة اخرى ان شاء الله. ولهنا بقيت الكيسين الاخرين هاو كانت على الحليب اللبن حاجات هذيك معناها. والفوق لهنا عملت كيسين قهوة كحلة. هكا كان تنظيمهم. هذوما جبتهم في نهار، في نهار معناها جبت غسلت الكيسين القهوة الكحلة الكليكة نظفتهم، وبعد نهار ولا نهارين جبت الكيسين الاخرين، مش فرد نهار. ديما نقول لكم اجبدوا بشوي بشوي، ما تجبدوش كل شيء مع بعضها. وبالنسبة لهنا عديت للفخار لرمضان ان شاء الله. حتى هذي على فكرة راه ماهوش معناها مصورتهم مش في نفس النهار، الكيسين وحدهم والفخار وحده. هما ما فيهم شيء خاطر مخبيين معناها نظاف، جوست على شوية غبرة هاكا واحد يغسلهم. حتى كي نحس معناها بحاجة، نحسوا بنظافة والكل نغسلوهم ونبدلوا شوية ديكور كما قلت لكم، نبدلوا لهم البلاصة متاعهم هيك كل مرة. بالطبيعة اللي عنده اسباس واللي عنده وين يحط وين يبدل، سينو تنجموا معنا في نفس البلاكار جوست تبدلوا كيفاش الطريقة اللي حاطين بها، حتى هكاك تعطيكم روح جديدة للكوجينة وانتم تعملوا عليها جو. اللي جاءني كهبط لكم في الجروب، معناها كل مرة نهبط لكم هيك شوية تنظيفات. فما شكون معناها مازال وقتها ما نظفش وبدا حتى وتشجعوا معايا البنات وبدوا يهبطوا، واهوكا بالفيديو زيدوا تشجعوا اكثر. اللي مازالت ما بداتش اهوكا تبدا. كل مرة نهبط لكم حاجة نشارككم بها ان شاء الله في شنو عملت. هكاكا بشوية بشوية كما قلنا، ما نعملوش كل شيء مع بعض، خاصة اللي عندها صغار بطبيعتها ماهيش باش تنجم تجبد فرد نهار. دونك هيك بشوية بشوية. راو هذا غسيله ما با يشدك نص ساعة، يعني سيرفيس كامل نصور شدني نص ساعة في الغسيل متاعو، فيسا ما ياخذلكش وقت. لهنا بالطبيعة بعد ما تكوني انت معناها ما عندكش قضية اخرى، سينو تتعبي هكاكا، معناها يبدا عندك نهار فارغ جوست تطيبي فيه، ولا عندك غسيل معون بسيط وكهو. والا تنجمي الصباح هكا تحركي حركتك، كان عندك صابون عندك اللي هو، والعشية بعد القهوة هكا تجبديهم يكملوا يعدولك العشية حتى هم وكهو.
كل واحد كيفاش، فما معناها شكون يحب فرد نهار، فما اللي كيفي أنا ميحبش فرد نهار. أما هو ديما من المستحسن هكا خير، معناها واحد انتي خاطر ديجا كي باش تجبديه الكل معناها باش تحطيها في الكوجينة كاملة باش تخوض، بعد تدخل بعضها والكليكا دونك تجبدي بشوية تغسليه تشيحيه بعد ترجعيه على النظافة خير. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله التحضيرات هذه تشجعكم زادة. ديما نستنى ارائكم في لي كومنتير، خلوا لي رايكم، خلوا لي مقترحاتكم الفيديوهات الجايه شنو تحبوا تشوفوا هكاكا، معناها نحب تفاعلوا معايا معناها في لي كومنتير، مش اني نعرف اسكو نقدم فيه باهي ولا ونشوف تشجيعاتكم زادة. دونك لهنا غسلتهم كيما قلت لكم، خليتهم يشيحوا الكل، شللتهم بالطبيعة كهو. باهي هذا البلاكار اللي شفتوني كنت حاطه فيه ديجا الكيسان متاع القهوة لهنا باش ننظفه، استعملت شوك هذاك اللي وريتهولكم، تو تشوفوا كيفاش يبدا يلمع ينظف بالباهي. طيارة هو مكتوب عليه صال دو بامي، أنا نستعمله في الكوجينة راه باهي للرخام الفايونس يخليه يلمع وينظف بالكدا. باهي أول حاجة هكا عملت له حكة، هو نظيف معناه جست باش يبدا يلمع، تبدا فيه اللمعة وكهو، سينو ماهوش مسخ خاطر الداخل ديجا مسكر، معناه ماهوش البرا باش نقولوا فيه زيوت ولا حاجة، أما على اللمعة وبرا. بالنسبة للفايونس نتاع الكوجينة تنجموا تستعملوا فيه هذا، تستعملوا له هذا الشوك، وبيان تنجموا تستعملوا جست البرودوي نتاع المعون العادي وتعملوا مع شوية خل وبيكربونات. أنا هكاكا نعمل حق خاطر هو ديجا ماهوش مزيت ياسر، معناها يبدا ديما الأغلبية نظيف وجينا نحل فيها وتنجح. معناها برودوي تنظيف والخل يبدا يلمع، ما تسحقوليش
في التنظيم معناها كيفاش عملتهم هيك في الديكور هذايا كيفاش شقولكم فيه. أني عجبني على الآخر، وكما قلت لكم زاد هيك تعطي معناها تبدل المنظر متاع الكوجينة، تحسوا حاجة مزيانة ولات. خاطر كي نبدل الديكور حتى النفسية متاعكم تتبدل معاه. شوفوا محلاه، راهو لونه روز، هو مش كما باين معناها، مش كما في الفيديو. دونك هذاك السيرفيس متاعي كامل. على فكرة شريتهاش مع بعضها معناها كل مرة شوي وكهو. توا نوصل بيكم لاخر الفيديو كالعادة. ما بقى لي باش نقول لكم كان في امان الله. ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر، وخلوا لي ارائكم في الكومنتات، وبالطبيعة ما تنسوش الجيم وتشتركوا في القناة. باي باي.